السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد. فيفو بتطلق عن هاتفين في الأسواق العالمية وهما الفيفو في 25 والفيفو في 25 برو. هواتف الفئة المتوسطة العليا بتقدم قيمة ممتازة جدا وبتنافس فعلا بقوة في الفئة اللي هي نازلة فيها. فخلونا نبدأ أول حاجة بالفيفو في 25 العادي. الهاتف هنا تصميمه شيك جدا، زي ما احنا شايفين الهاتف فيه نافذة كاميرات في الظهر، فيها كاميرتين موجودين في نافذة بارزة وجنب منهم عدسة صغيرة كده وفوق منها الفلاش، وبيجي اسفل منهم لوجو فيفو. الصراحة تصميمه ممتاز جدا وشيك. الهاتف هنا بيجي بخامات من الزجاج ولكن الفريم بتاعه من البلاستيك او البوليكربونات. اما بقى بالنسبة لتصميم الهاتف من الامام فزي ما احنا شايفين الهاتف هنا بيجي بيو دروب نوتش زي ما احنا شايفين، وفي بيزل سفلية عالية الى حد ما ملحوظة، ولكن ده طبعا مقبول جدا في الفئة السعرية اللي نازل فيها الهاتف، وخاصة لما تعرف ان الشاشة دي شاشة مميزة جدا. الشاشة دي من نوع اموليد، بتيجي بحجم 6.44 بوصة، فول اتش دي بلس مع كثافة بكسلات 409 بكسل بير انش، والشاشة دي 90 هرتز وكمان بتدعم ال HDR 10 بلس. فزي ما احنا شايفين الشاشة دي شاشة محترمة جدا في الفئة السعرية دي، شاشة الوانها ممتازة جدا. والهاتف هنا تقدر تحط له شريحتين 5G وكمان تقدر تحط له كارت ميموري معاهم. الهاتف هنا بيجي بمعالج من ميديا تك وهو الدايمنستي 900 بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمعالج الرسومي هو المالي جي 68 ام سي 4. معالج ممتاز جدا في الفئة المتوسطة، موفر للطاقة واداؤه قوي جدا جدا جدا. هاتف محترم فعلا في الفئة السعرية دي، تقدر تلعب عليه بكل سهولة وتقدر تتنقل بين التطبيقات بكل سلاسة. هاتف محترم جدا جدا. الهاتف هنا بيجي بواجهة فان تاتش 12 بتاعت فيفو المبنيه على اندرويد 12. الهاتف هنا بيجي بنسختين، نسخه 128 جيجا او 256 جيجا مع ال 8 جيجا رامات، والرامات الموجوده في الهاتف هنا هي من نوع LDDR4X، والذاكره المستخدمه هنا هي من نوع UFS 3.1، ذاكره سريعه جدا على فكره، ولكن الرامات مش الاسرع في النسخه ال5 دلوقتي ال LDDR5، ولكن ال4X برضه جيده جدا في الفئه السعريه دي. فالهاتف هنا زي ما بقول لك الاداء بتاعه هيبقى اداء محترم فعلا. الهاتف هنا بيجي بكاميرا في اليو دروب نوتش دي، كاميرا اماميه عملاقه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.0، والكاميرا دي يا جماعه بتصور 4K 30 فريم في الثانيه. فالكاميرا الاماميه الموجوده في الهاتف هنا هي كاميرا محترمه جدا جدا. والهاتف هنا بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 64 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.9، والعدسه دي فيها مثبت بصري، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2 دي كاميرا الالترا وايد، والكاميرا الاخيره ال 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4 دي كاميرا الماكرو. والكاميرات الخلفيه هنا بتصور 4K 30 فريم في الثانيه. فاداء الكاميرات الموجود هنا اداء محترم جدا، بتصور فيديوهات ممتازه جدا في الفئه السعريه دي وبتطلع صور محترمه جدا. الهاتف هنا له دعم 3.5 مللي. الهاتف هنا البصمه بتاعته موجوده اسفل الشاشه عشان طبعا الشاشه اموليد. والهاتف هنا بيجي بثلاث الوان وهما الاسود والازرق والذهبي. اللون الازرق ده مايل على التركواز شويه، افضل لون فيهم الصراحه، لون جامد جدا. والناس المهتمه بعرفه وزن الهاتف هنا وزنه 186 جرام. حجم البطاريه هنا 4500 ملي امبير، بطاريه محترمه جدا، تدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي، والشاحن الموجود هنا 44 واط، شاحن محترم سريع. ونيجي لاخر حاجه بقى وهو سعر الهاتف. الصراحه سعر الهاتف لم يعلن عنه، ما اعلنوش عنه رسميا في الخارج لما اعلنوا عن الهاتف، ولكن الهاتف ده بيقدم باكج متكامله جدا في الفئه السعريه اللي نازل فيها في الفئه المتوسطه. الهاتف الكاميرات بتاعته ارقامها ممتازه جدا، والبطاريه بتاعته شحن سريع عالي جدا، حاجه محترمه، والشاشه بتاعته كويسه جدا. الهاتف عامه كباكج بتقدم لك حاجه محترمه جدا في الفئه المتوسطه، فلو يظبطوا السعر بتاعه فهيبقى خيار مميز جدا في الفئه السعريه دي. كده خلصنا كل حاجه عن الفيفو في 25. نروح بقى نتكلم عن النسخه البرو بتاعته، واللي هي ما فيهاش تغييرات كبيره قوي عن النسخه العاديه. النسخه البرو بقى اول حاجه هنلاحظها هو اختلاف التصميم. زي ما احنا شايفين تصميم الهاتف من الامام اروق واشيك واحلى بكتير جدا. طبعا الهاتف هنا فيه هول بانش، ما فيش يو دروب نوتش ولا اي حاجه، واستغلال الشاشه هنا للواجهه الاماميه ممتاز جدا، كأن الواجهه الاماميه كلها عباره عن شاشه، ودي حاجه طبعا كل الناس بتفضلها وحاجه ممتازه جدا. الشاشه هنا ستيل شاشه اموليد بحجم 6.5 بوصه فول اتش دي بلس، بكثافه بكسلات 398 بكسل بير انش. شده سطوع الشاشه دي اعلى من النسخه العاديه بكتير جدا، بتوصل لحد 1300 نتس، ودي حاجه رهيبه جدا وممتازه طبعا في ضوء النهار، فحاجه هتبقى جامده جدا. ومعدل تحديث الشاشه دي بيوصل لحد 120 هرتز، وبتدعم ال HDR 10 بلس. طبعا النسخه الاقل منه زي ما احنا قلنا كانت 90 هرتز. والهاتف هنا برضو بيجي بمعالج اقوى من النسخه الاقل اكيد، وهو الدايمنستي 1300، بيجي بدقه تصنيع 6 نانومتر برضو، والمعالج الرسومي هو المالي جي 77 ام سي 9. فببساطه هتاخد تجربه سلسه اكتر بكتير من النسخه العاديه، لان المعالج هنا طبعا معالج اقوى بكتير من المعالج الثاني.
الكاميرا السيلفي الموجوده في النسخه البرو هنا هي 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5 وبتصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه برضو. اما بقى الاختلاف في الكاميرات الخلفيه ففي كاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. سماعات الهاتف الخارجيه هنا هي سماعات ستيريو طبعا عشان هنا ده هاتف برو لازم يكون فيه حاجات كتير برو، منهم هنا السماعات الاستيريو طبعا بتختلف عن النسخه الاقل منه، بتحصل على تجربه مشاهده فيديوهات افضل بكتير عشان الصوت بيبقى خارج محيطي كده حوالين منك، فبتستمتع فعلا بتجربه الفيديوهات افضل من السماعات المونو. بطاريه الهاتف هنا اعلى شويه 4830 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع برضو اعلى 66 واط عن طريق منفذ تايب سي طبعا. اخر حاجه بقى السعر، الهاتف البرو هنا اعلنوا عن السعر بتاعه بشكل رسمي. النسخه ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات النسخه القليله دي تم تسعيرها ب 450 دولار يعني حوالي 8600 جنيه مصري، والنسخه الاعلى 256 جيجا مع ال 8 جيجا رامات دي بتيجي بسعر 500 دولار يعني حوالي 9600 جنيه مصري. فطبعا النسخه البرو دي مش محتاجين نقول افضل بكتير من النسخه العاديه، هنا كاميرات افضل، معالج افضل بكتير، البطاريه اكبر وبتدعم شحن اسرع، فكل حاجه في النسخه البرو طبعا ممتازه جدا، وكمان في الفئه السعريه بتاعته بقت حاجه عاديه في ليفل ال 9000 جنيه. فالهاتف ده هيبقى منافس وبقوه لكل البراندات اللي بننزلها هواتف في الفئه السعريه دي. وبس كده، دي كل حاجه عن هواتف الفيفو في 25 النسخه العاديه والنسخه البرو. لو عجبك الفيديو بقى تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.